ماذا تحب المرأة؟ شنو كتبغي المرأة؟ المهم شي حوايج خصك انت كراجل تكون عارفهم. قبل ما نعطيك واحد اللائحه ديال واحد الاشياء اللي حاولت نجمعها، بغيت نقول باللي هاد الاشياء بالضبط ما غاديش يكونوا كينطبقوا على كلشي. يعني ماشي اي انثى في الدنيا غادي يعجبها هادشي، كاين اللي غيجي هادشي باسل، كاين اللي غتبغي شي حاجه اكثر من هادشي. يعني كل وحده والخصائص ديالها، كل وحده شنو كتبغي، كل وحده والطباع ديالها على حسب الظروف فين كبرات، على حسب بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينلاش نهضروا عليهم. ولكن يعني في المجمل شي حوايج من هادو كنظن ان اي وحده كتبغيهم. كنقول شي حوايج ماشي بالضروره كلشي. المهم نبداو. اول حاجه هي الثقه في النفس. المراه ما غاديش تبغي واحد الشخص اللي ما كيثيقش في راسو، شي واحد اللي ضعيف، اللي شخصيته ضعيفه، اللي ما قادر يدير والو. خصك تكون كتثق في راسك، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ما تكونش جدي بزاف. مرة خصك تضحك، مرة خصك تخرج من ديك الدائره ديال الروتين. ما تكونش ديما جدي وديما مزير ومكنزز، خصك تحرك، تكون كتضحك، تكون شخصيتك في شكل تكون مرحه. الحاجه الثالثه ديما خصك تكمل داكشي اللي كتقول غادي دير، الوعود اللي كتعطيها، اي حاجه قلتي غديرها خصك تطبقها، ما تبقاش غير تهضر. سواء يعني في الحديث ديالك معاها على حياتك شنو غدير، او شي حاجه بغيتي تطلبها منها، او شي حاجه وعدتيها بها خصك تكملها. الحاجه الرابعه اللي هما التفاصيل مهمه بزاف. شي حوايج بساطين تقدر ديرهم معاها غادي يخليوك في حياتها. نعطيكم مثال بسيط. تكون غادي معاها مثلا تفكر شفتو مثلا شي بياسه في شي محل، شي حوايج ولا شي كيهمناش، المهم شي بياسه عجباتها صافي، قالت لك هذيك عجباتني وزدتو. يعني ماشي ما كنتوش مهتمين انكم تشريوها، علاش ما ترجعش بوحدك واحد النهار وتشري هذيك اللي عجباتها وتجيبها لها وتعطيها لها؟ عرفتي هذا الموقف غادي يخليك شي حاجه في حياتها. الا دابزتو كاع غترجع لديك الموقف وغترجع لك. علاش؟ حيت ديك الموقف كيعني لها شي حاجه وانت كتهتم بزاف بالتفاصيل. الحاجه اللي من بعد اللي هو المظهر ديالك. ضروري خصك تهتم بالمظهر ديالك. ما كنهضروش حنا على الوجه ديالك ولا، كنهضروا على الحوايج مهمين بزاف. تقدر المراه تبغي حوايج اكثر ما تبغيك انت. يعني الا ما كنتيش انيق ومقاد والريحه ديالك هي هذيك وضفارك يكونوا مقادين، تكون نقي، المظهر ديالك خصو يكون شي حاجه، خص حوايج يكونوا زوينين، تكون اللباس ديالك مزيان، الريحه ديالك ديما نقيه، كتهلا في شعرك، كتهلا في ضفران، كتهلا في كل شيء. ديك الساعات غادي تكون شي حاجه بالنسبه ليها. وياك شي نهار تعيط لها بلي راها غلاضت ولا غير بالضحك نهائيا. مع ذلك تصح ما غليظاش الا كانت ما غليظاش ماشي مشكل الضحك معها، ولكن الا كانت غليظه ما تلوحالهاش ولو بالضحك. ما تركزش على التفاصيل اللي في وجهها بزاف، شي حبوبه في شي قنت، شي سنه ماشي هي هذيك نهائيا. هادشي غادي يطلع على الدم، غادي يخليها هي ديجا راه عارفها، هي كتكون داك المشكل اللي فيها راه ديجا عارفاه. دونك ما كاينلاش انت تعاود تزيد تاكد لها عليه وتفكرها فيه. الرقص اولا الشطح كيف ما بغيتو تسميوه، شي حاجه انك تشطح معها. ما كنهضروش على الشطح ديال الشعبي، لا، كنهضروا على شي رقصه اللي رومانسيه انت وياها بوحدكم. يعني شي حاجه بشكل حاول تتعلم، حاول تشطح معها وتتعلموا بجوج، قدمها لعائلتك. كاين فرق كبير ما بين وحده انت معاها مصاحبين ولا كيهمناش العلاقه اللي بيناتكم وتبقى غير تهضر هكذاك وصاف، وما بين انك تقدمها لعائلتك. يعني كتاكد لها فعلا بلي راك معتبرها شي حاجه في حياتك وبلي راك كتكمل معاها، ماشي غير كتفلى. من بعد تحمل المسؤوليه واعترف بالاخطاء ديالك. صافي غلطتي خصك تعترف، بس حاولش ديما تسمي الخطا ديالك في شي حاجه. غادي تحس بك بلي راك انسان في شكل، وكما اعترفتي بشي خطا درتيه في حياتك راه غتعترف بشي خطا الا درتيه معها. خصك تخاف عليها، يعني تبين لها انك كتخاف عليها وكتغير عليها بزاف. الراجل اللي ما كيغيرش على المراه ما نقدروش نقولوا ماشي راجل، ولكن المهم هي لما غاتيش عليها وخفتي عليها من ابسط حاجه فهادشي كيبين لها انك ما مهتمش بها. ما عمرك مثلا صيفطات لك شي رساله تقول مع راسك وصافي نتجاهل شويه من بعد نجاوبها ولا خليها من بعد ونهضر معاها، ماشي مشكل، راه غتحس بقيمتي من بعد ما غاديش تحس بقيمتك، هادي هضره خاويه. غتمشي وغتهضر مع واحد اخر ولا صافي ولا تكيتي.
ماشي ديما خصنا نطبقوا هذه القضيه. هذه القضيه كتطبقها مره وصافي. فوقاش تطبقها؟ مثلا واحد الوقيته حسيتي براسك باللي عيقتي عليها، كتهضر بزاف ولاحظتي بلي ما بقاتش مهتمه، هنا فعلا ميك. ولكن ملي تكون علاقتكم مزيان ما كاينلاش تميك. عمرك تصارحها بالحب ديالك وانت ما كتعنيش، يعني مازال ما كاين والو. بنت ما غاديش تبغي منك تسمع فقط الكلمه ديال كنبغيك. شنو غدير بها الا ما كانتش خارجه من قلبك وكانت حقيقيه كنتي فعلا كتعنيها؟ ما كاينلاش تسمعها على غير هكاك. سولها على شي نصيحه، بين لها انها شي حاجه في حياتك، انها صديقه ديالك ما تكون كيف ما كانت. سولها على شي حاجه، مثلا عندك شي مشكل خذ منها شي نصيحه. هنا كتعزز الموقف ديالك معها وكتحس براسها عندها قيمه في حياتك كبيره، ماشي صافي غير هي الحبيبه ديالك ولا الزوجه ديالك وصافي. هادشي علاش الصراحه الفتاة تحب الشخص الذي يبكي مع فيلم. ماشي كلشي هكذا بطبيعة الحال، ولكن واحد النوع الصراحة كيبغيو الدري اللي حساس، اللي مثلا شاف شي موقف غادي يبكي. الحق ماشي كلشي. تذكرت التواريخ بيناتكم، هذه حاجة مهمة بزاف بزاف بزاف. خصك تكون عارف التاريخ ديال العلاقة ديالكم الأولى، التاريخ ديال مثلا الخطوبه، التاريخ الاول فين خرجتوا انت وياها. المهم حاول تضبط التواريخ اللي بيناتكم. ما كنتيش قادر تفكر، كتبهم في شي حاجه. فاجئها بهديه لزيارتها، هذه شي حاجه بشكل صافي، يعني بلا حتى شي مناسبه. قول لها غنتلاقاو في شي بلاصه وجيب لها معاك شي هديه، ولو كيف ما كانت ولو بسيطه. هذه راه غادي الصراحه غتحرك فيها شي حاجه لداخل صافي. يعني ما كانتش ناويه، كانت ناويه تلاقى بك وانت مشيتي عندها وعطيتيها شي هديه كيف ما كانت. لا تصب غضبك عليها، ما ترجعش عليها الغضب ديالك. صافي طالع لك الدم ميك، ما تهضرش معاها اولا حاول تبعد. ماشي انت طالع لك الدم وكتهضر معاها وهي مسكينه ما عليها حتى شي حاجه، جايه مثلا باغا تعاودك شنو داز عليها في النهار وانت طالع لك الدم. اللهم ميك حتى ترجع لطبيعتك. عاد هضر معاها، ما عمرك تقرب منها وانت ما حاسس بلي ما عطاتكش الحريه، ما عطاتكش الصلاحيه. ما يمكنلكش مثلا تشد يديها وانت ما حاسس بلي عطاتك ديك الصلاحيه انك تقرب منها او لا دير اي حاجه. يعني عمرك توصل ليها وانت ما عندكش الصلاحيه باش تطبق شي حاجه معها. بدون سبب عندك غير هكاك شي حاجه. والله لا، هادي شي حاجه في حياه المراه تجي غير هكذاك بلا حتى شي سبب، بلا حتى شي مناسبه وتعنقها. غادي هاد الخطوه غادي تخليها تزيد تبغيك. الا كانت ما كتبغيش غادي الا كانت ما كتبغيكش تقدر تبغيك، ولا كانت كتبغيك غادي تزيد تبغيك. النوع د القبله، نهضروا على النوع د القبله. ماشي طبيعه الحال ماشي اي واحد كيعرف لهاد المجال وهذا الموضوع. كاينين افلام، كاينين بزاف ديال البلايص فين تقدر تشوف القبله الزوينه، ماشي تجي وتلح عليها. يعني كاين طرق وخصك تكون فنان في ديك القبله. ماشي قبله كيف ما كانت غتطبقها. حاول تعرف شنو كتبغي، حاول دير واحد البحث على الحوايج اللي كتبغيهم بلا ما تسولها. كاينين الطرق، وحاول ديما دوك الحوايج اللي كتبغي حطهم قدامها بشي طريقه. حاول تكون نبيل معها، يعني بعيد على الحب، بعيد على شحال من حاجه. كون مؤدب معها بزاف ديال الطرق. البنت كتحماق على ان الدري يقول لها صباح الخير وتصبح على خير، صباح الخير ومساء الخير. يعني خاصها تكون هي الاولى اللي هضرتي معها واخر وحده هضرتي معها. المهم كاين اللي الخطوه غتعجبو، كاين اللي ما غتعجبوش، كاين اللي كيقول لك هادشي تافه. المهم كل وحده وكيفاش. وكاين اللي كيبغيوها. شدي يديها الطريقه كيفاش تشدها، نتوما خارجين ولا نتوما كيف ما كنتو. خاصك تحس بلي راك ديما راك مازال باغيها ومازال محتاج ليها، وماشي صافي تزوجتي بها صافي راه وصلتي داكشي اللي بغيتي. ديما شدي يديها، سواء كنتو برا ولا مزوجين ولا جالسين في داركم ولا في اي بلاصه، بدون سبب غير شدي يديها وصافي. اولا دير اللي بغيتي. المهم يديها خاصها تكون ديما قريبه من يديك. التكلم اولا، مثلا كنتو كتهضروا في لي ميساج ولا ما كيهمناش، ما تسناش منها هي تهضر الاولى، راه ما يمكنش. زعما راه الدري اللي كيدير الخطوه ماشي البنت. كن شجاعا ولا تثير وجهك حين تنظر اليها. عارف بلي هاد النقطه قليل اللي متوفره فيه، يعني قليل اللي
غيشوف البنت وغادي يحشم ويدور. ولكن كاينين الصراحه واحد الفئه غيشوف شي وحده كتعجبو ويدور وجهو كيحشم. خصك ما تكونش صراحه هكذا، هي كتبغي شي واحد اللي شجاع. الا انت حشمتي شنو خليتي لها هي؟ واحد الخطوه قبل تحت المطر. هذا صراحه موقف رومانسي، ولكن ماشي اي واحد يقدر يديرو، ماشي اي واحد وماشي في اي بلاصه. راكم عارفين حنا مجتمع محافظ، دونك صعيبه بزاف تطبق هذه، ولكن الا قدرتي تطبقها معها راها في شكل. البنت كتحماق على شي واحد يلعب بشعرها. ما عنديش فكره واش كاع البنات اولا كاينه شي وحده ما كتبغيش، ما نعرف. ولكن نتوما جالسين مثلا في شي موقف كتفرجوا ولا شي حاجه، تكون متكي عندك وانت كتلعب لها بشعرها، صافي انه بجانبها ما كاينش عباد الله غير الجنس. ماشي صافي غتنعسوا من اجل الجنس، ممكن غير ناعسين انت وياها وكتهضروا ولا كتضحكوا، فقط ديك النوم حداها راه شي حاجه اللي زوينه الصراحه. الانصات مهم بزاف. البنت كتهضر بزاف 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 لواحد النسبه، واحد الدرجه ما كتصورش. وملي كتهضر معاك راه ماشي كتسنى منك تعطيها حلول اولا باش تهضر، ما بغاتكش تهضر، بغاتك غير تسمع. غادي تعاود لك بزاف د المواضيع، غتعاود لك بزاف د القرارات اللي اتخذتهم في جزء من الثانيه وندمات، وباغا ترجع لنفس القرار وغتندم غير وهي كتعاود لك. فواش كيبان لك هادشي منطقي؟ كيبان لك زعما خصك تحاور معاها، فقط تسمع، غير تسمع وصافي. بامكان انها تمشي عند صحاباتها وتعاودهم، ولكن هي اختارتك انت باش تسمع ليها، دونك اسمع ليها بصح، ما تبقاش غير حل فمك وكتشوف فيها. الاهتمام شي حاجه مهمه بزاف. ملي كنقولوا اهتمام يعني خصك تهتم بالتفاصيل ديالها. يعني اي حاجه طاحت لك في بالك خصك تهتم بها، اي حاجه متعلقه بديك الانسان اهتم بها. مثلا تشوف البرنامج المفضل ديالها، جالسين كنتفرجوا انت وياها، كتفرج في شي برنامج، في شي سهره كتعجبها، في شي مسلسل، ما تمشيش وتخليها تتفرج بوحدها. صافي غتخلي مثلا انت شاد التليفون بوحدك وهي كتفرج، علاش ما تتفرجش معاها؟ شنو غتخسر؟ راه مع المده غيولي داكشي اللي كيعجبها يولي كيعجبك انت. النقطه ما قبل الاخير، الفتاه تريد اكثر من الجنس. بزاف الناس كيقولوا لك اودي راه البنات كيبغيو الجنس اكثر من الدراري، اولا العكس، اولا البنات كيبغيو الجنس بزاف. كيبغيو الجنس، ولكن هي في الصراحه في العمليه الجنسيه ما كتبغيش غير الجنس اللي في بالكم، اللي في بالي وفي بالكم. كتبغي اكثر الصراحه من الجنس. كتبغي كندير نشرح، كتبغي اللمس، انك تكون حداها، تقرب منها، تقيس يديها، تقيس اي حاجه في الجسم ديالها. ماشي ضروري داك الاشتباك ديال الحابل بالنابل. اخر خطوه هي كون كيف ما انت. نحاول نشرح هذه النقطه باش ما نخربقش النقط اللي عطيت من قبل. يعني ما تحاولش تصطنع شي شخصيه اللي كتظن انها كتعجب البنات باش تعجب ديك البنت اللي انت معاها، ما يمكنش. يعني خاص ديك الانسان اللي تكون معك تقبل كيف ما انت، ما خاصهاش تبغيك حتى تكون كتشبه لواحد اخر او لا تكون كتصرف كواحد اخر. يعني خصك تكون بشخصيتك كيف ما انت وتسنى اللي تقبل عليك كيف ما انت. هذه هي اهم نقطه. اما انك تصطنع ولا تكذب، واحد الوقت غيبان داكشي، اولا غتبقى عايش حياتك كلها معذبه. نعطيكم غير واحد القصه بسيطه باش تفهموني. واحد السيد تعرف على واحد الانسانه، وبكثرت ما كان تالف، بكثرت ما يعني بديك التلفه ديال اول موقف يتلاقى معاها، قالت له باش كتشرب قهوه، يعني واش بوحدها ولا بالسكر؟ قال لها بملحه. تخيلوا حياته كلها وهو كيشرب القهوه بملحه فقط، حيت تلف وعطاها واحد الجواب اللي ماشي هو هذاك. ولكن كون كان الانسان اللي ما كيخافش واللي كيصارح فعادي غيجي من بعد وغيقول لا ودي راه غير تلفت وصافي، وفعلا كنشربها بالسكر ماشي بالملحه. ولكن حيت خاف من انها تقول زعما راه السيد تلف في ديك الموقف الاول، هادشي علاش بقى هكذاك. دونك حاول تكون كيف ما انت. نتمنى هادشي يكون فادكم الصراحه. نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه.